السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كابتن عبد الكريم تدريب الكلاب، برحب بكم. تعليم الكلب اسمه أو تدريب الكلب على اسمه. برضو شفت حاجة زي كده. يا جماعة مفيش حاجة اسمها تدريب الكلب على اسمه. الكلب بالتبعية أو بالتعود بيحفظ اسمه. في برضو زي ما قلنا مساحة زمنية للكلب أو مساحة ذكاء للكلب، فيجب أن نحترمها أو نشتغل عليها أو نشتغل بيها. طيب هو الكلب بيحفظ اسمه ازاي؟ لازم تعرف ان أي صوت أو أي كلمة عكس كلمه او غير كلمه الكلب بيفهمها. يعني لما هو بيفهم ست وبيفهم داون وبيفهم اقعد وممكن يشتغل بالعربي، مش يعني انا مثلا عايز اقول للكلب اقعد وفي نفس الوقت اقول له ست، هيتعلم اللغتين، هيفهم اللغتين. كل ده بالتعود على النطق اللي انا عايز اقوله. يعني لما باجي اقعده بقول له ست، فهو واخد الحركه مع الاسم مع ترجمه الحروف، ربنا مديله القدره ديت، فست بعد كده بقول له ست فبيقعد. فلما بقول له يا ماكس مثلا بناديه كذا مره ماكس ماكس، فهو كده عرف اسمه بالتعود. طيب نرجع كده شويه كمان باللغه بتاعته. وهو مولود جرو، الام لو هم بيبعدوا عن انها مش الام بتنبح نبحه خفيفه كده، يروح الكلب راجع لها، هو كده عرف اسمه. يعني من كلمه هاو كده عرف اسمه. فيا ريت نحترم ذكاء الناس شويه ونفهمهم يعني ايه فلسفه كلب عشان يقدروا يستفيدوا. فانت عايز تحفظ اسم الكلب، انت ناديه باسمه اول ما تجيبه. عشان كده لما بتيجي تغير اسمه، مثلا لو اشتريته من مزرعه وهو في المزرعه اسمه روي وانت قلت هتسميه ماكس، فانت لما تقعد تقول له ماكس نفسه بيبتدي يتجاهل اسم روي ويبتدي يتعود على اسم ماكس من نبره صوتك وتكرار الناس اللي بتنام. خلي بالنا ان الكلب حاسه السمع دي من الحواس العاليه قوي. يعني هو بيسمع عن بعد 300 متر اصوات ويقدر يحددها. فعشان كده الفلسفه او الحواس بتاعت الكلب اللي ربنا خلقها عليه تحفظه اي حاجه. كمان لما بنيجي نحفظه ممكن نحفظه كلمات كتيره قوي. يعني احنا الناس بتقول لك انا محفظه 20 اوردر، طب حفظه ازاي؟ لما يجي يعملوا حركه ويتربط باسم. فالكلاب بتعرف تحفظ الكلام كويس جدا جدا. طيب انت بتقول عندك انا بلاقي الكلب ما بيسمعش. يعني ايه ما بيسمعش؟ لا، هو لسه ما اتدربش على الاوردر مش على اسمه. فانت لما بتيجي مثلا هتقول له يا ماكس كم، هو مش عايز كم ولا عايز يلتفت لك، يبقى هو ملتفت لحاجه تانية او مركز في حاجه تانية، لكن هو حافظ اسمه وبيجي على هواه. زي ما قلنا كده عنصر التشويق، لان هو يجي لك الحاجات دي اللي احنا لسه ما شرحناهاش وان شاء الله هنشرحها معاكم قريب. فمفيش حاجه اسمها تدريب الكلب على الاسم. هو الكلب بيعرف اسمه من صاحبه مش من المدرب، لان المدرب لو قعد معاه ساعه ساعتين مش هيتكرر. لكن التكرار في البيئه اللي عايش فيها، لما نقعد نديله ماكس نديله حته بونبوني او حته تريتس او اي حاجه، فبيبتدي يعرف انك انت ايه بتناديه، وده اسمه الفعلي. وممكن ياخد مش اقل من 3 ايام على حسب المرحله العمريه بتاعه الكلب، لان كل ما كان الكلب ناضج شويه في المرحله الطفوليه مش بعد 6 شهور. يعني برضو انت ممكن تغير الاسم بعد 6 شهور بس يتعود برضو يقعد فيها بفتره بتاع 21 يوم. فاسم الكلب نوع من انواع التعود مش من انواع التدريب. اوكي، اي حاجه عايزين تعرفوها في تحفيظ الكلب كلمات كلموني او ابعتوا لي كومنت وانا هعمل لكم حلقه عن شرح. كابتن عبد الكريم تدريب الكلاب. السلام عليكم.